عارف ان انا تقريبا اخر يوتيوبر يتكلم عن الحلقة اللي نزلت من اتاك اون تايتن، او اقول الحلقتين بقى عشان اكون منصف واكون دقيق جدا في اللي انا هقوله. ولكن انا كنت بحضر للحلقة دي بصراحة لانها حلقة مهمة جدا جدا جدا. انا كنت بحضر لها واخترت الطريقة اللي عجبتكم جدا في التحليل اللي هي خاصة بكليتي، انا الطريقة اللي بحلل فيها اللوح. هناقش الحلقة حتة حرفيا، كل حاجة خدت بالي منها، كل حاجة زي ما تقولوا كده شدت عيني هتكلم عنها، كل حاجة عجبتني، كل حاجة ما عجبتنيش، وهي مش كتير قوي في الحلقة بصراحة لان الحلقة كانت اسطورية، كانت صدمة، كل حاجة فيها من اولها لاخرها كان صدمة حرفيا. متنساش اللايك والشير والسبسكرايب لان الحلقة هتكون تاريخية، والحلقة طويلة فهاتلك حاجة تشربها او تاكلها. يلا بينا نخش على الفيديو. اول حاجه حابب اقولها ان الحلقه دي هي انا قسمتها، الحلقه الساعه متقسمه لحلقتين، والحلقتين مكونين من بعض من الحوارات وبعض من مشاهد الاكشن وبعض من مشاهد الترهيب والرعب والمشاعر. هي الحلقة كانت متقسمة بالشكل ده، وانا حبيت اقسمها بالشكل ده وانا بحضر. ومن غير ما اطول عليكم هخش على طول في اول لقطات الحلقة. اول لقطات الحلقة معانا هي كانت اللقطة اللي كانت حوار ما بين رمزي وخليل. الحوار ده كان داير ما بينهم انه احنا مش عايزين نكمل سرقة في اللي احنا بنعمله، وبصراحة دي كانت رمزية حلوة جدا جدا جدا، وربط بالسيزون اللي فات ان رمزي ده ايديه كانت مقطوعة بسبب السرقة. ولو نفتكر في السيزون اللي فات هنعرف ان رمزي ده هو اللي ليفاي انقذه، كان بيسرق برضه وليفاي انقذه. المناقشه دايره ما بين رمزي وخليل انه بطل سرقه عشان ايديك ما تتقطعش، قال له مش مهم، اهم حاجه نعرف نعيش. رمزي ده بنكتشف بعد كده حاجة مهمة جدا، ولكن لما نوصل لها بعد كده هكلمكم فيها. بنتكلم على اللوحة اللي قدامنا دي، اللوحة هي رمزي بيكلم خليل، ومن شكلهم ومن الطاقية اللي هم لابسينها ومن لبسهم ومن فكرة قطع الإيد بنعرف الأيديولوجية بتاعت دول الشعب ده، بنعرف الأيديولوجية بتاعته، واللي ممكن نقول إن هم عرب، هنمشيه عرب، مش هنقول بالظبط ايه الاسقاط اللي كان تام فيها. اللقطة التانية اللي انا حابب اتكلم عنها وهي برضو من اللقطات المهمة جدا، وهي لقطة التمثال اللي كان خدعة. التمثال ده خدعة الاسطورة اللي اتكلم عنها ويلي تايبر لو احنا فاكرين، الخدعة اللي هم عملوها الاسطورة المنقذ اللي هم كانوا بيتكلموا عنها. جاب لك لقطة التمثال ده وهو موجود وهو شادد حيله وواقف على حيله، ولكن مش ده المهم، المهم هو في اللقطة اللي جاية. مين وايل بقى بعد لقطة التمثال دي بيجيب لنا ايرين كان ماشي، وبعدين بيشوف رمزي ده اللي هو كنا لسه بنتكلم عنه، اللي كان بيتكلم مع خليل في الحوار اللي كان داير ما بينهم عن السرقة، وكان عمال يتضرب من ناس هو سرق منهم، رمزي سرق منهم، عمال يتضرب منهم، فكان بيفكر انه ينقذه ولا ما ينقذوش، مع انه شافه في ذكراته المستقبلية، شافه بنظرته المستقبلية ان هو بيموته، هو اللي بيقضي عليه. طب منين انا انقذه دلوقتي واموته بعدين؟ طب ما يموت دلوقتي وخلاص، تبقى ما هو في الاخر النتيجة واحدة، يعني ليه اصلا اروح انقذه وهو كده كده ميت؟ الفكرة اللي جات لي انا اللي هي وصلتني انا بني ادم مع الدك، انا كنت مع دك الارض حرفيا، قلبا وقالبا كنت مع دك الارض. ولكن بعد ما شفت اللقطه دي بدات افكر شويه في نفسي انا، ولكن برضه هسيبها لوقتها، هنتكلم عنها باستفاضه الفكره اللي انا بتكلم عنها دلوقتي. ولكن خلونا نتكلم عن ايرين. قرر ايرين في الاخر بعد ما فكر ان هو ينقذه، وده برضو كان ليه اسقاط على السيزون اللي فات، ان بعد ما ميكاسا شافته هو كان بيعيط، هو كان وقتها سايب رمزي. وهي دي اللقطة اللي جاية، اللقطة اللي جاية دي اللي زي ما قلت لكم كان فيها اسقاط على السيزون اللي فات. هنا بيوريك الربط في هجوم العمالقة عامل ازاي، الربط في هجوم العمالقة رهيب، فنان حرفيا، السيامة رابط كل شيء ببعضه. هنا كان ايرين كان بيودع رمزي وكان بيتأسف له بشكل رهيب، بص وشه عامل ازاي وتعبيرات وشه والدموع اللي موجودة في عينيه. هنا اللوحة، بكلمك على تكوين اللوحة، الشاشة كلها مغمقة حزينة. هنا كان بيتكلم على انه انت كده كده ميت، وهو كان بيقول له انا اسف انا اسف، انا اللي هنهي كل شيء، وهو بيتاسف له بعد ما انقذه، ولكن هيفيد بايه الاسف بعد اللي انت عملته. مشهد صدمة رمزي وهو مش فاهم البني ادم اللي بيكلمه ده، هو مش فاهمه، هو ليه بيقول له كده، هو ليه بيعتذر له مع انه لسه انقذه.
المشهد ده مع تعبيرات وش رمزي والذهول اللي عليها بياخدنا على طول المشهد اللي بعده، واللي كان نفس نظرة الذهول من اكتشاف الحقيقة وفهم اللي كان حاصل. فهم رمزي ليه ايرين كان بيتأسف له، ليه ايرين كان بالحرقة دي بيعيط وبيتأسف له. من صدمة الفهم عمل نفس التعبير بتاع عدم الفهم. وعايز اتكلم في حاجه مهمه جدا، بصوا رسم العينين يا جماعه. كذا مره نقول ان اتاك اون تايتن حرفيا ميزانيه انميات بتترسم في العينين. طبعا مشهد بشع ورمزي بيشوف صاحبه قدام عينيه خليل وهو بيموت، منظر بشع. وبصراحه الدك كله في المنطقه دي كان منظر مروع وبشع ومهيب. ان العمالقه دول بصوا واصل فين خطرهم، حرفيا كان رعب تام، كل الناس بتموت. وهنا برضو انا حسيت شوية انه لا، الموضوع كبير يا جماعة، انت مش مع دق الارض كده وانا يجري وخلاص، لا الموضوع اكبر من كده بكتير. نروح بعد كده للوحة عجبني تكوينها جدا جدا جدا. بصوا معايا التكوين، وهنا برضو زي ما بقول كل مرة في الفيديوز، حتة حناكة من كليتي كده، كمني فنون جميلة وبتاع، فحتة كده يا جماعة. بصوا تكوين الغالب على اللوحة هو لون الصحراء، اللون الاصفر غالب على اللوحة. ودايما الصحراء خلو، دمار، مفيش، مش موجود فيها حد. والصورة او اللوحة نفسها مغممة، فيها غمام، تراب، اتربة، يعني فناء تام. وفي اخر اللوحة من فوق وانت طالع كده بالكدر، هتلاقي الخط الفاصل بتاع الغبار اللي ما بين الارضية وما بين العمالقة نفسهم. وبعد كده رسم العمالقة كروكي متقسم في اللوحة كلها. كل ده بقى على جنب بيوريك تفاصيل آثار الأقدام بتاعت العمالقة في الأرض مطبوعة بشكل عامل إزاي، علشان تعرف حجمهم، تتخيل حجمهم، وتتخيل حرقة بتاعتهم من الدخان المتناثر، حرارة جسمهم تحرق أي حد. من الأول بيديك بعض من الهنس البسيطة عشان تكتشف لوحة غاية في الروعة بصراحة. أفكركم بقى، أنا بقى اللي عملت لكم فلاش باك، لسه كنت بتكلم عن التمثال بتاع الأسطورة الكاذبة المنقذ وهو واقف وشامخ. هنا بقى التمثال اتهد، وقع على الأرض في إسقاط، لأن مفيش منقذ خلاص. المنقذ والأسطورة الكاذبة بتاعتكم أنا هديتها، وقعت على الأرض. بصراحة لوحة حلوة جدا، واخدة التون الأحمر بتاع تون الدم، عشان يحسسك بالدموية، يحسسك بالوحشية. وكمان التفصيلة بتاعت راس التمثال اللي فاتحة بقها هي اللي باينة، إنما الفارس اللي فوق هو اللي بلور. بمعنى يعني ايه مبلور؟ يعني هيزي كده مش باين. ليه؟ عشان يقولك ان مفيش اصلا منقذ. المنقذ انت مش عارفه، ولكن الوحش انت عارفه كويس جدا. سكوت حلو جدا جدا جدا. في الخلفية ورا في بيوت مكسرة، لو تاخد بالك كده على ايدي اليمين في بيوت متكسرة عشان يوريك الدمار ويوريك الدخان اللي في الخلفية في الباك جراوند عامل ازاي. ولو خدتوا بالكم على ايدي الشمال بقى في العمالقة باينين معانا بشكل كروكي. بصراحة اللوحة لما تفاصيل كتير جدا، لوحة غاية في الجمال. بعد كده بيظهر لنا مشهد لإيرين وأرمن وهم صغيرين بيتكلموا مع بعض، والكتاب اللي أرمن وراه لإيرين وعرف منه إيرين ايه اللي موجود خلف الأسوار، او اللي هو كان متخيله خلف الأسوار، ان في محيطات وبحار وفي اشكال زي الجنان، بس مفيش بني ادمين، مفيش بشر. اول حاجه، هل ايرين بيعمل كده علشان يحقق حلمه اللي هو كان متخيله ان مفيش بشر ولا الاسوار؟ بصراحه دي احتماليه ضعيفه، انا مش حاسسها، ولكن هنا بيحاول يظهرها لك بشكل ما. وبيظهر بعديها مشهد مهم جدا. المشهد هو ايرين فاتح ايديه وواقف في السماء بيقول هي دي الحريه. ومع المشهد ده في تسلسل احداث لدمار ورعب وموت، فعايز يوازن ما بين الاتنين. هل في ربط ما بين الاتنين، حرية ايرين والدمار والموت؟ مش عارف، حد يجاوبني على السؤال ده. ننتقل بقى لمشهد تاني، واحد من المشاهد اللي ما عجبتنيش خالص بصراحة، وهو مشهد الحوار ما بين أرمن وآني. المشهد ده كان فيه تفاصيل كتير جدا، أنا مش عايز أركز فيها كلها، عايز أركز في حاجة واحدة بس، إن هنا كان في اعتراف بالحب بشكل ما من أرمن لآني ومن آني لأرمن. كان في اعتراف باين واضح، ما قالش الكلمه بس كان في اعتراف باين جدا. دي حاجه كانت مضايقاني، خصوصا ان في مشهد بعد كده هتكلم عنه، ولكن خلونا نركز في المشهد ده. كنت اتمنى انها ما تتقالش بالشكل ده، يعني يكفي تكون نظرات. حتى اللقطه والكلام الحوار اللي ما بينهم كان ممكن يخلص في محادثه خفيفه جدا، ما يقعدوش جنب بعض، وبعد كده بالنظرات يبان ان هم بيحبوا بعض، كانت هتبقى الطف. انا في الوقت ده تخيلت الموقف في مخي وقلت
يا لو كانت عمل كده كان هيكون احلى بكتير. المشهد اللي بعد كده هو مشهد فزع فالكو. فالكو كان مفزوع بعد ما اكتشف ان في ناس كتير ماتوا من اللي هو بيحبهم، اخوه غيرهم ماتوا كتير، وهو مش مصدق نفسه وبيعيط منهار، وزي ما تقولوا كده جاله انهيار عصبي من اللي شافه. كان مشهد بصراحة خلاني انا احس بقبضة كده في قلبي، انه ليه في كده. تكوين اللوحة نفسها بقى، وهنا خدكم تاني للحاجة اللي انتوا بتحبوها، تكوين اللوح. تكوين اللوحة كان رهيب جدا. قعدة فالكو اللي انا متأكد ان هي متاخدة من لوحة معينة بس انا مش فاكرها الحقيقة، قعدته وهو حاطط ايده على دماغه وهو بيبكي، وقعدت بيك وراه وهي بتحاول تواسيه، ولكن تعابير وشها لو تاخدوا بالكم تعابير وشها ذات نفسها خادعة. تعابير وشها خادعة، هي بتواسيه بس هي في قرارة نفسها عارفة انه مفيش امل، مش قادره تعمل حاجه، وتعبير وشها باين عليها الحزن. هنا بقى اللقطه اللي كنت بقول لكم عليها، هنا بقى اتقالت بالعيون، ميكاسا فهمتها بالعيون. هنا كانت تبقى احلى بكتير لو بس دي اللي كانت قدامي من غير اللقطه اللي قبلها، لو بس هي دي كده كانت تبقى ممتازه، لقطه غايه في الجمال. بعد كده بنروح للقطه تانية، وهي اللقطه اللي بتقول فيها إلينا انه لازم تعترفوا ان زيك كان على حق. وبصراحة هم هنا اعترفوا، يعني هانجي اعترفت ان زيك فعلا كان على الحق، وكلهم سكتوا، وده تأييد ان زيك كان على الحق. وانا مش شايف كده، انا مش شايف ان زيك كان على حق، انا شايف ان الاتنين غلط. خطة القتل الرحيم برضو ما كانتش حاجة فير للناس، ولكن هي ليها عندها بوينت اوف فيو، عندها وجهة نظر بصراحة، انه ممكن فعلا نقول ان زيك كانت خطته ارحم من خطة ايرين، انه نضحي ببعض من الناس علشان الشعب كله يعيش، عشان البشرية كلها تعيش، مش نضحي بالبشرية علشان فئة معينة هي اللي تعيش. بصراحة عندها وجهة نظر معينة، وحبيت انها زلتهم وهم فعلا اتذلوا واعترفوا ان زيك كان على حق. في لقطة من اللقطات اللي عجبتني جدا 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 هي لقطة اعتذار راينر لآني، اعتذر ليها عن كل اللي حصل، ان هو كان السبب في كل اللي حصل من زمان، وهي قبلت الاعتذار وانهوا الموضوع بحضن جميل جدا. بصراحة عجبتني اللقطة دي قوي، انه راينر بيخلص كل اللي عليه، خصوصا ان كل الحلقة وهي ماشية كل هو فرد فيهم بيقول انه بيتحول لانه بيبقى شبه راينر. ايرين بقى شبه راينر، وغيرهم وغيرهم كتير، لانهم قتلوا بشريين. حتى كوني بيقول انه بقى شبه راينر، كلهم بقوا شبه راينر. قتلوا ناس ادميين، قتلوا بشريين، قتلوا ابرياء، قتلوا مش ابرياء، كل واحد حاول ياخد قرار، كلهم متناقضين. بعد كده من العدم بيظهر فلوك، من العدم تماما بيظهر فلوك اللي كان متمسك بالسفينة وهي ماشية، وبيطلع وبيضرب نار على الطيارة، وبيطلب منهم ان هم يسيبوا شيطانهم او شيطاننا زي ما هو قال ينتقم ويجيب لهم حقهم في اسقاط لإيروين سميث، ان هو كان شيطانهم في الاول، دلوقتي ظهر شيطان تاني اللي هو ايرين. بصراحة فلوك حرفيا مؤمن جدا بالقضية اللي هو بيتكلم عنها، وهنا ظهر. وانا نوعا ما عرفت حاجة ولكن هقولها لكم قدام عن فلوك، انا شاكك فيها وحابب الناس تقول لي هل هي صح ولا غلط. بعد كده بعد الطلقات اللي ضربها فلوك على الطيارة، بيحاولوا يصلحوا الطيارة ما بيلحقوش، فبتتجه هانجي انها تروح عند العمالقة وتدافع عنهم. فطبعا ده اعلان تام للانتحار، وبتروح لليفاي اللي ودع كل زملائه وجا عليها الدور انه يودع هانجي زميلته برضه، ومن غير ما يبص لها في عينيها، مع انه قبل كده كان بيبص لهم كلهم في عينيهم، بص لإيروين سميث في عينيه، هنا ما قدرش يبص لهانجي في عينيها وودعها، وهانجي راحت. بتروح هانجي، وفعلا في لقطة حلوة جدا، رسم وتحريك، المشهد كان مهيب، المشهد كان مرعب حرفيا وهي بتتحرق. وهنا بنعرف أهمية الطيارة، ان هم مش قادرين يقربوا منهم بالشكل المعتاد لان اجسامهم حرارتها عالية جدا فممكن يتحرقوا، فلازم الطيارة مهمة جدا. وبتموت هانجي، وبتنتقل بعد كده لمشهد بيرجع لنا لوجود إيروين سميث وكل الفايلك وكل الزملاء موجودين، وإيروين وهانجي وكلهم موجودين، ولكن هو مش فلوك من ضمنهم المفروض يكون موجود. فلوك مش موجود في البرزخ اللي هم فيه ده، فواضح ان في مقولة بتقول ان فلوك انتقل للمكان اللي فيه الفاسدين مش الطيبين. دي كانت نهاية الحلقة الأولى، لأن هي كانت مقسمة لحلقتين، الحلقة الأولى اللي هي دك الأرض، الحلقة التانية اللي هي مذنبون اللي بتبتدي دلوقتي. لقطة حلوة قوي بعد ما هانجي طلبت من أرمين يكون هو القائد، وهو كمان بقى قائد على ليفاي،
بيرسم ارمن شكل لايرين كروكي كده، بيفكرنا بايام ايروين سميث لما كان بيرسم شكل العملاق برضو كروكي كده. ودي فكره حلوه جدا في الرسم الكروكي، انه بيشرح بيها هنعمل ايه. بعد كده بينتقلوا كلهم للمسارات، بياخدهم ايرين بعد ما بيفكروا هو مش ايرين يقدر يتحكم فينا كلنا، ما يخليناش نتحول، ما يقدر يخلينا ما نعرفش نعمل اي حاجه قصاده. ليه سايب لنا الحريه؟ يبقى ايرين عايزنا نقضي عليه، عايزنا نوقفه. ايرين مش موافق على اللي هو بيعمله ده، وده الخيار التاني. هل ايرين فعلا ده اللي في دماغه، انه مش موافق على اللي هو بيعمله، عايزهم هم يوقفوه؟ ولكن ايرين بياخدهم عنده المسارات وبيتكلم معاهم، بيقول لهم ان من الاخر يعني مفيش مناقشه بينا، حاجه من الاتنين، يا تقتلوني يا تبقوا معايا، وانا سايب لكم مطلق الحريه، مش هتحكم فيكم، سايب لكم الحريه التامه تاخدوا قراركم بايدكم. وانا هنا بصراحه متخيل حاجه معينه، والحاجه اللي انا متخيلها ان ايرين فعلا بيحاول يصور نفسه على هيئة الوحش اللي ضد الجميع عشان يتحد أهل البارادايس أهل إلديا ويبقوا هم الأبطال، فالناس تثق فيهم بعد كده فما يقتلوهمش. ده اللي أنا متخيله، إن هو بيحاول يعمل ده، يوفق الناس كلها مع بعض ضده هو الشيطان الأعظم. في بقى استحضار بعد كده لمعلومة بصراحة استحضارها كان متأخر جدا، وهي العملاق الأنثى. بعد ما آني رفضت إنها تشترك وخلاص عايزة ترتاح من اللي هي بتعمله، بيجي بقى فالكو بيقول لها إن العملاق الأنثى عندها خصائص معينة تقدر تعمل كل خصائص العمالقة التانيين لو كلت أجزاء منهم، وده استحضار هيخلي آني تخش في الصورة مرة تانية. وحاجة كمان بيقولها فالكو حاجة مهمة جدا، وهو إن هو اتحول لعملاق عن طريق شرب النخاع بتاع زيك، فبقى عنده ذكريات زيك مش ذكريات حد تاني. والعملاق بتاع فالكو نفسه شكله مختلف، وذكر الطيران في أحلامه، وكذا مرة يذكر الطيران، حتى شكل العملاق بتاعه هو على شكل طائر. فهل كده فالكو هيكون ليه دور كبير جدا في الطيران، انه يقدر بقى يروح من غير طيارة ويشيل معاه العملاق الأنثى اللي هي آني، فيقدروا يشاركوا بشكل ما؟ اعتقد هو ده اللي هو كان بيقوله. في اللقطة دي تأكدت شكوكي بنسبة 85% 90% ان غاية ايرين ان هو يوحدهم كلهم ويعرفهم غلطهم ضد وحش واحد بس اللي هو ايرين نفسه. هنا كان بيقول القائد انه احنا ياما اضطهدنا إلديا، ياما اضطهدنا شعب البارادايس، واحنا كنا غلطانين، ودلوقتي احنا بندفع الحساب، واحنا دلوقتي بنكفر عن ذنوبنا. ففي بيقول بشكل تام ان هم فعلا كانوا غلطانين وبيعترف بده، وبتقرب النهاية. هنا أنا بحس إن النهاية فعلا قربت. بعد كده بيظهر طبعا العمالقة مع إيرين، وبيظهر زيك اللي مربوط ومكبل وبيساعد إيرين في اللي هو بيعمله غصب عنه. إيرين بيستخدمه في إن هو يحطم المناطيد اللي موجودة. وحلو جدا إن بيورونا فعلا إن زيك تم السيطرة عليه بشكل كامل عن طريق ربطه بالسلسلة في رقبته باينة جدا. بيوصلوا فعلا على ظهر ايرين، بيهبطوا على ظهر ايرين كل اللي موجودين، ارمن، ميكاسا، ليفاي، راينر بيتحول لعملاق وبيهبط برضه على ظهر ايرين، وبيك كمان بتحول لعملاقة بتهبط على ظهر ايرين، وكلهم بيبقوا موجودين. وهتبتدي المواجهة من الحلقة اللي جاية. وبيعترف هنا والناس بيقولوا ايه ده في إلديا بيساعدونا، في ناس من شعب بارادايس بيساعدونا وبيشاوروا عليهم. وهنشوف ايه اللي هيحصل في الحلقة الجاية في المواجهة هتكون عاملة ازاي. حلقة كانت دسمة جدا جدا جدا، كان في لقطات حلوة جدا، لقطات جميلة. لسه هنستنى عشان نشوف ايه اللي هيحصل. انا ما وقعتش وما شفتش المانجا. توقعاتي للحلقة اللي جاية زي ما قلت لكم ان ايرين بيفكر يكون هو الوحش الكاسر، يكون هو ضد الجميع، وبعد كده يتم الانتصار عليه فيبقوا ابطال بعد كده. ده اللي في دماغي، ده اللي انا متخيله بصراحة. اتخيل ان هم هيقدروا يفوزوا على ايرين بحاجة شاعرية، حد من المهمين عنده هيموت، ارمن او ميكاسا. ده احساسي بصراحة، مش ليفاي، لان ليفاي بيحضر كل موتات الناس اللي قريبين منه، اتكتب عليه انه يعاني جدا جدا جدا. فبصراحة هو ده احساسي للحلقة اللي جاية. عارف ان انا طولت عليكم بشكل ما، بس الحلقة كانت تستاهل، الحلقة كانت دسمة جدا، انبسطت جدا بالحلقة واستمتعت. قول لي كان ايه رأيك في الحلقة، قول لي اللي انا بحكيه ده صح ولا غلط، ايه رأيك في اللي انا بقوله، مقتنع بيه ولا لا؟ وما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب. وده اللي كان عندي النهارده. سلام.